ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده نعمل محشي بتنجان وكوسه وفلفل، يا رب ينول اعجابكم. يلا نشوف هنعمل ايه. بصل، بعد البصله هنا ما احمرت بحط الثوم وفلفل واقلبهم مع بعض، بيدي ريحه حلوه قوي. هنا طبعا هنا عملت 3 بصلات مع زيت، حطيت هنا الثوم والفلفل كده. بعد كده بقى ايه، تشويحه صغيره كده، وبعد كده هنزل بالطماطم. هنا نزلنا هنا شفشقين طماطم، وادي هنا الشفشقتين، ونسيبها هنا تتسبك كده كده غلوه كده لغايه ما نشوف هنعمل ايه. اخر حاجه بقى نحط فيها ايه، البهارات لما تتسبك. بعد كده بقى نحط الخضره ونحط الرز. هنا بعد التسبيكه ما اتسبكت خلاص، هنحط هنا معانا الملح والفلفل والكمون والكزبره والقرفه، وبعد كده نحط الخضره. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبها على النار يعني 5 دقايق كده، ونقلب من تحت لفوق. هنا الدمعة اتسبكت اهي، الصلصة هي شربت خالص مع التسبيكة مع الرز والخضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نحشي ونشوف هنعمل ايه. هنا اول طبقة اهيت، وحطينا الرز نص البتنجان عشان الرز لما بيجي في السوا بينطر لبره، فاحنا عملنا الرز هنا نصه. هنا حطيت شوية زيت على المحشي، وبعد كده احط شوية صلصة. بعد كده هنسقي الشوربة. هنا حطينا الشوربة، بصوا ما بنعملهاش على الاخر يعني عشان الكوسة بتنزل مية. يلا بقى نعلي النار، واول ما تشرب الشوربة هنوطي عليها. مع احلى بتنجان المصري. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وكومنت.